هل عملت كاستم جي بي تي خاص بيك ولقيت انك مش عارف توجهه بالظبط انه ازاي ينفذ تحليلات الاكسل اللي انت محتاجها من غير ما تكتب له كل مره برومت طويل جدا؟ خلينا نشتغل على الموضوع ده مع بعض في الفيديو ده من خلال النولج بيز اللي موجوده في الكاستم جي بي تي. وكل اللي جاي ده هدفه انك ما تكتبش نفس البرومت الطويل كل مره. وخلينا نبتدي. بعد ما تعمل الكاستم جي بي تي بتاعك، الخطوه اللي بعد كده هي انك توضح له ازاي يساعدك وايه الحاجات اللي المفروض يحطها في اعتباره وانت بتطلب منه اي تحليل. ولو ما شفتش فيديو ازاي تعمل كاستم جي بي تي ممكن تشوفه من الرابط اللي ظهر قدامك على الشاشه. وخلينا نبدا. هنروح للكاستم جي بي تي اللي عملناه قبل كده وندخل على ايديت، ولو نزلنا تحت شويه هنلاقي جزء اسمه النولج بيز. الجزء ده معمول عشان تحط فيه ملفات يقدر تشات جي بي تي يستخدمها كمرجع يرجع له في كل مره تطلب منه حاجه. وبما ان الكاستم جي بي تي ده احنا عاملينه لتحليل البيانات على الاكسل، فاحنا هنديله معلومات يرجع لها لما نطلب منه تحليلات على الاكسل. وخلينا نشوف ايه انواع الملفات اللي ينفع نرفعها على النولج بيز. النوع الاول قواعد عامه ثابته، زي مثلا القواعد اللي انت عايز تشات جي بي تي يلتزم بيها في كل تحليلات الاكسل، زي مثلا انك تعمل وضع امان للملفات اللي هتطلبها منه يشتغل عليها، واللي بتطلب فيه منه انه ما يغيرش او يحذف اي داتا اصليه موجوده في ملف الاكسل ويضيف تحليلات في تابه جديده فقط. فممكن تضيف الكلام ده في النولج بيز عشان ما تكتبش قواعد الامان في برومت طويل كل مره، ودي حاجات لو كتبتها كل مره في البرومت هتستهلك وقت منك، لكن في النولج بيز هتبقى مرجع ثابت ليه. ولكن لاحظ ان لو هتحط قواعد زي دي في النولج بيز عشان ينفذها في كل تحليل، فلازم تقول له في التعليمات انه ينفذ الجزء ده من النولج بيز في كل مره تطلب منه التحليلات، لان لو ما ذكرتلوش ده في التحليلات مش شرط ينفذها في كل تحليل، لانه هيستخدمها بس كمرجع زي ما قلنا. النوع الثاني من الحاجات اللي ممكن تضيفها في النولج بيز قائمه التحليلات، اللي بتستخدمها لو انت عندك مثلا 30 او 50 تحليل مختلف بتستخدمهم عادة في التحليلات، وعايز جي بي تي يختار ما بينهم بس وما يجيبش تحليلات من عنده، زي مثلا تحليلات المنتج او تحليلات المناطق او تحليلات الاداء الشهري. فممكن ترفع ملف فيه قائمة بالتحليلات دي، وساعتها لما تطلب تحليل معين من تشات جي بي تي تقدر تقول له اختار من القائمة اللي موجودة في النولج بيز بدل ما تكتب اسماء التحليلات في برومت طويل كل مرة. النوع الثالث من المعلومات اللي ممكن تضيفها في النولج بيز التمبلتس، وده نوع مهم جدا. ممكن ترفع تمبلتس للتحليلات او تمبلتس للتقارير او اي نوع تمبلتس انت هتحتاج تشتغل بيه. وممكن التمبلت يكون مثلا زي اللي في الصوره دي، اسم كل تحليل واسماء الاعمده اللي في كل تحليل، بحيث لما تقول لتشات جي بي تي يعمل لك تحليلات المناطق مثلا يقدر يجيب لك التحليلات بالاسم وبنفس اسماء الاعمده وعددها لكل جدول بالظبط. والتمبلت ده بيغنيك عن اعاده شرح الاعمده كل مره. وممكن تقول له برضو انه دايما يديك شرح مختصر تحت كل جدول. النوع الرابع اللي ممكن تضيفه في النولج بيز الامثله. من اقوى الطرق عشان تشرح للتشات جي بي تي انت عايزه يعمل لك ايه بالظبط انك تديله امثله حقيقيه مش بس شرح نظري. فممكن ترفع مثلا نموذج تحليلات مصغر للي انت عايزه. مثلا انت عندك نسخه التحليلات دي ممكن تديها له، بس الافضل انك ما تديهالوش زي ما هي كده عشان ده مجرد مثال. فالافضل تروح لتابه الرو داتا وتحذف جزء منها عشان ما يبقاش حجم الملف كبير، وعشان ما يستهلكش توكنز كتير وهو بيقراه، لان المطلوب انه يفهم المثال مش انه يستخدم الملف نفسه. واحتمال كبير ما يقلدهاش حرفيا، ولكن هو هياخدها كمرجع لاسلوب التفكير وطريقه العرض. النوع الخامس اللي ممكن نضيفه في النولج بيز هو قواعد التنسيق. وقلنا في فيديوهات فاتت ان تشات جي بي تي مش بينفذ كل انواع التنسيقات، فالاحسن انك تطلب منه مثلا تنسيقات على مستوى الملف او التابه مش على مستوى الخليه. يعني لو قلت له مثلا عايز عناوين الجداول التحليليه تكون معموله من دمج 3 خلايا جنب بعض، بنسبه كبيره جدا مش هينفذ ده، لان تشات جي بي تي حاليا مش بيدمج الخلايا. ولكن ممكن تقول له تنسيقات على مستوى الملف. فعلى سبيل المثال لما التحليل يكون بالعربي يكون اتجاه الصفحه من اليمين للشمال، او مثلا الرسومات البيانيه تكون في تابه منفصله، او برضو قواعد لاخراج الملفات زي مثلا انه يديك ملف الاكسل في صوره ملف اكسل عادي مش سي اس في. فعموما بتختار الحاجات اللي انت بتستخدمها باستمرار، ولكن بالنسبه لي انا فافضل دايما في النولج بيز اضيف التنسيقات اللي على مستوى الملف او التاب فقط. والنوع السادس اللي ممكن تضيفه في النولج بيز الكي بي ايز او التارجتس بتاعتك. فممكن تضيفهم في النولج بيز عشان لما تطلب منه تحليلات يحطها في الاعتبار ويقارن لك ما بين النتائج الفعليه والتارجتس بتاعتك. فلو عندك التارجتس الشهريه مثلا فانت مش محتاج تديله كل مره تطلب منه تحليل خلال الشهر، ولكن الاحسن ترفعها في النولج بيز وتقول له يستخدمها في التحليلات. فالفكره ببساطه لو انت بتستخدم نفس نوع تحليلات الاكسل بشكل متكرر مش هيبقى مناسب انك تكتب برومت جديد كل مره يكون فيه كل التفاصيل دي، ولكن وفر له المعلومات في النولج بيز وقول له يستخدمها ازاي بطريقه مباشره من جزء التعليمات. ولو عايز قائمة بالخطوات اللي تمشي عليها عشان تجرب تحلل ملفات الاكسل على تشات جي بي تي هتلاقيها في الرابط اللي في الوصف وفي اول تعليق. وما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف باقي الفيديوهات. سلام.